السلام عليكم، معكم منى. نتكلم النهاردة عن مشروع توشكا. ده مشروع ضخم زراعي كبير بيتعمل في مصر في جنوب الصحراء الغربية. عايزين تسمعوا الحكاية؟ خليكم معي. هنتكلم الأول عن معنى توشكا. يعني ايه توشكا؟ توشكا ده بيتكون من مقطعين، وده من اللهجة النوبية. توش يعني نوع من الأزهار الطبية العطرية كانت موجودة في النوبة زمان. أما كي يعني موطن، فمعناها على بعضها توشكا يعني موطن النبات العطري. بعد كده كمان الاسم كمان توشكا دي في اسم قرية في أسوان موجودة، كانت موجودة في وقت سد بناء السد العالي، كان موجود في قرية اسمها توشكا. فلما عبد الناصر عمل مشروع السد العالي فاتهجروا وحطوها في جنب كومومبو، فعملوا المشروع ده باسم توشكا. توشكا دي موجودة في الصحراء الغربية في الجنوب في وشرق العوينات. وده عبارة عن مشروع كبير جدا، إنجاز زراعي كبير. وده المشروع ده كان موجود أيام حسني مبارك، كان عمله يعني وكده ونفذه فعلا، بس ما نجحش علشان كان في عائق صخري ما كانش عارف يشيلوه، وما كانش عندهم أموال وقتها إنهم يشيلوا العائق الصخري ده. فلما عبد الفتاح السيسي جه وراح عمل المشروع ده تاني وجدد المشروع ده تاني في 2020 وعمل المشروع ده، افتتح المشروع ده تاني، والعائق الصخري اللي كان موجود راح. طبعا جابوا قنابل كبيرة وديناميت ومتفجرات كبيرة جدا وفجروا وسووا الأرض، عشان الأرض كانت صعبة جدا. طبعا عمل بنية تحتية كبيرة، عمل تسوية أرض، عمل محطات كهرباء، عمل مشاريع ضخمة للري وأجهزة للري والمية وضخ المية. وكمان إنها موجودة كمان في حتة اسمها منخفض توشكا. منخفض طبيعي كان بيبقى موجود في الجنوب، وده كان فيه مية زيادة ببحيرة ناصر بتيجي من السودان. المية لما بتبقى زيادة بتيجي على بحيرة ناصر قبل السد العالي، فبدل ما تروح السد العالي فبتتصرف المية زيادة فين؟ عن طريق قناة المفيد، وبعد كده بتعدي على خور توشكا، وبعد كده وادي توشكا في الصحراء الغربية. بعد كده نقطة توصل لنقطة اسمها نقطة مفيض توشكا. بعد كده تلاقوا بحيرات توشكا. الحاجات دي كلها هقول لكم عليها هتشوفوها في الخريطة، هعرضها كلها. بعد كده فلما فكروا بقى المشروع ده من الأول، عشان كده فيها بحيرات ولقوا فيه مية يعني، فراحوا قالوا كمان البحيرات دي كان فيها فروع فايه راحوا عملوا مدوا الفروع دي، يعني عملوا توصيلات معينة من البحيرات دي، بحيرات توشكا دي. والفروع في 4 فروع تفريعات منها جانبية، فعملوا محطات رفع. طبعا عملوا توصيل مية للأرض اللي هي توشكا، وعشان يزرعوا فيها بقى قمح ونخيل وحاجات تانية وكده وكتير، يعني محاصيل تانية للاستخدام المحلي وكمان للتصدير عشان نستفيد بالعملة الصعبة. كمان المشروع ده قاموا بيه شركات كتير قوي، شركات ضخمة اللي هي عملت اللي بقول لكم عليه، اللي هي تسوية الأرض ومحطة رفع والحاجات دي كلها. طبعا شركات كبيرة وضخمة اشتغلت فيها. والمشروع ده أنتج دلوقتي، عملنا أكبر مزرعة في العالم
مزرعة نخيل، أكبر مزرعة نخيل في العالم، وهي بتنتج 2.3 مليون نخلة في مساحة 35,000 فدان، وبننتج 50 نوع من التمور، وال50 نوع في منها نوع اللي هو عالي الجودة، وده منه ينفع فيه كمان للتصدير وإيه عشان نستفيد بإيه بالعملة الصعبة. ده مشروع طبعا قومي اقتصادي حلو قوي. كمان بنزرع قمح. قمح طبعا انتوا عارفين ان احنا عندنا مشكلة في استيراد القمح، والقمح في مشكلة عندنا، ما عندناش اكتفاء ذاتي، فبكده ممكن نبقى في اكتفاء ذاتي قدام شوية. احنا دلوقتي بدأنا اهو ننتج قمح من توشكا. بنزرع بيقولوا 1,000,000 طن قمح، ممكن ننتج 1,000,000 طن قمح من يعني السنة دي او السنة الجاية. فبكده فاحنا ممكن كمان ننتج كمان فاكهة وبرتقان وموالح ويوسفي وفاكهة وحاجات تانية، يعني محاصيل تانية ممكن للاستخدام محلي او بنصدر. 2.5 مليون نخل كمان دول طبعا 35,000 فدان، وطبعا دي مساحة طبعا كبيرة جدا. والقمح برضو عاملينها برضو مساحة كبيرة. مساحة توشكا مساحة كبيرة ضخمة جدا، فبنزرع فيها كذا محصول، يعني مش محصول واحد او اتنين. وكمان ما بنعملش كمان المشروع توشكا بس، احنا بنعمل كمان مشاريع تانية زراعية كبيرة، دلتا الجديدة، وكمان بنزرع في شمال سيناء، وفي يعني بنستصلح أراضي كمان تانية. وبكده نكون خلصنا.